هلو هلو، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم فيه عن الرفايع اللي جبتها في جهازي وندمت عليها، وحاجات افتكرت انها هتفيدني وطلعت بتاخد مكانه وفلوس على الفاضي يعني. بس قبل ما ابتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان تتابعوا كل جديد من سلسله جهاز العروسه اللي بنزلها. يلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه هو البتاع ده. طبعا انا يعني بص انتوا مش عارفينه يعني، بس انا هفاجئكم، ده مقوار كهرباء. شايفين الدلع اللي انا كنت فيه وبجيبه؟ انا جبته وانا متحمسه جدا وقلت هيسهل عليا بقى واول ما احطه كده يقور لي البتنجان او الكوسه ويبقى المحشي بقى سهل كده. بس للاسف يعني بيخرم البتنجان والكوسه وبيبهدل لي الدنيا، والقطع بتاعته كبيره قوي فبتبوظ الخضار. ماله بتاع اهالينا الجميل اللي كنا بنمسكه بايدينا كده ونقور كده الحاجه من غير كان بنخرمها بس بنخبيها مثلا من ماما. لا بس بجد جيبوا التاني بتاعنا ده، بتاع زمان ده حلو قوي، لكن الكهرباء ده ملوش اي لازمه. الكبه دي بقى حلوه جدا على فكره، مش وحشه خالص، بس بنعمل بيها تفريزات في العزومات. لكن الاستخدام اليومي لازم ولابد تجيبي كبه صغيره كده، دي استخدام يومي، لان انتوا في الاول بتبقوا فردين، ففردين مش هتستخدمي الكبه الكبيره قوي دي اخرها مثلا انت بتعملي تفريزات كبيره فبتستخدميها. هي حلوه قوي الصراحه والقطع بتاعتها جميله، بس الصغيره افضل. تالت حاجه بقى الجوانتي القماش ده. جوانتي القماش ده بقى بيبوظ بسرعه جدا 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 وبيتحرق، مش حلو نهائي. اللي احسن منه وافضل منه وفعلا تجيبيه وانت ضامنه كده هو السيليكون. لكن القماش ده ولا ليه اي 30 لازمه، وبيبوظ وبيتقطع، وحطيته في الغساله راح متقطع من فوق، اجي امسك بيه الحله بحس بالحراره بتاعه الحله، فمش حلو خالص صراحه يعني. ما بلاش منه، وجيبي الجوانتي السيليكون ده، هتحسي ان فرق كبير. او في كده مسكات بتبقى سيليكون بتبقى مع الحلل ساعات بتيجي، وساعات انت بتشتريها فرداني برضو، دي حلوة قوي، بتبقى جميلة برضو لما بتمسكي بيها الحلة، افضل من يوم مرة من القماش. اوعي تجيبيه، الطقم ده ادم وكمان مش عملي خالص خالص. المخرطة طبعا بتاعت الملوخية اللي كلكم هتضربوني لو قلت ان هي مش عملية. بس هي الصراحة بالنسبة لي انا هتكلم بالنسبة لي، او بالنسبة للناس اللي زي اللي هي مثلا بتشتري ملوخية كاس. انا ما كنتش متوقعة ان انا هشتري ملوخية كاس، قلت بقى ده انا هخرط واعمل، بس مفيش وقت للكلام ده. هو كيس الملوخية بيبقى جاهز بنشتريه من السوبر ماركت وبنيجي نحطه في الشوربة، بس والله بيطلع حلو. المخرطة دي لو انت بقى من النوع اللي بتحبي تخرطي ملوخية والكلام ده كله جيبيها، بس ما تجيبيش اللي هي قطعتين، اللي هي الايد بتاعتها بتبقى خشب وكده، تجيبي اللي هي قطعة واحدة زي اللي انا جايباها. القشورة دي بقى، المقشرة دي بتاعت الخضار، القشورة دي مش حلوة خالص. هي النوع ذات نفسه اللي هو مكتوب ده مش حلو خالص. ده كنت جايباه نوع غالي والله، بس للأسف ما بتقشرش، كانت واتكسرت يعني عشان بحاول اقشر بيها. لكن دي كانت جايه مع الطقم اللي انا كنت جايباه بتاع المبشره وكده، فطلعت حلوه قوي. لكن اللي هي لونها لبني دي مش حلوه خالص، البيضه كانت حلوه. فانت وانت بتجيبي النوع ده حاولي انك انت تنقي الماتيريال تبقى نظيفه، خدي بالك من حته الماتيريال قوي. فتحت العلب بجد ملهاش اي 30 لازمه، هتجيبيها على الفاضي يعني، فلوس بتدفع على الفاضي والله. لان انا كنت عماله اقول لا في علب هتبقى لازم تتفتح بيها ومش عارفه ايه والكلام ده كله، ولازم يبقى عندي فتحه علب والكلام، والله العظيم عند ماما هي مركونه وانا ما صدقتهمش، وعندي انا هنا مركونه، لان بقت العلب خلاص فيها الفتحه اللي هي بتبقى موجوده فيها دي، بتغنيكي عن اي حاجه يعني، بتغنيكي انك انت تفتحي العلبه بالبتاعه الغريبه دي العجيبه. فما تجيبيهاش، فلوس على الفاضي. طقم التوابل ده بقى مش حلو خالص خالص خالص. الغطا بتاعه اللي فوق ده اللي انتوا شايفينه ده بيتفك وبيقع. ده غير بقى انك انت لما بتيجي تفتحيه، هو لما بتيجي تفتحيه بتبقى الفتحتين مفتوحين مع بعض يعني، مش واحده مقفوله واحده مفتوحه. فلما بتيجي تدلقي التوابل يعني بتعملي التوابل كده، تلاقي الناحيه التانية ضايقت لك التوابل ووقعتها، فبيبهدل لك الدنيا خالص، وبتلاقي التوابل كلها خلصت اساسا وقعت جوه الطبخه، فبتبوظ الطبخه. فلا مش عملي نهائي نهائي نهائي. اللي احسن منه بتاع ايكيا، بتاع ايكيا حلو قوي، او اللي هو طالع جديد اللي هو ازاز والغطا بتاعه خشب، ده برضو جميل جدا جدا. الهون الخشب ده بقى بجد ازمه. التوم فيه لما باجي ادق التوم فيه، شايفين الحواف دي
الحواف دي بقى التوم بيتراكم فيها، فبتبقى بتضايقني، وبفضل اجيب التوم بالمعلقه واحطه في النص واجي ادقه، فلاقيه برضو اتنطور تاني للحواف. فلا بجد متعبه ومقرف جدا جدا جدا. لو انت عايزه تجيبي هون، هو كده كده الكبه يعني غنتنا على الحاجات دي خالص، الكبه الصغنونه دي بتعمل لك التوم، بتعمل لك كل حاجه. بس لو انت عايزه تجيبي هون، جيبي الهون اللي هو من تحت على النص دايره، الجرانيت اللي من تحت على النص دايره ده حلو قوي. طقم السكاكين ده انا اتخميت فيه خمه فظيعه، جبته كان غالي وناس كانوا بيقولوا لي عليه حلو قوي، وانا جايباه كمان اللي هو كله قطعه واحده ده عشان ما يتفكش، السكينه ما تتفكش عن القطعه اللي فوق وكده، فانا كنت مهتميه بالحاجات دي قوي 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 يعني. بس انا اول ما استخدمت السكاكين بتاعته، اول حاجه في اول غسله اللون راح، اللون اللي انتوا شايفينه، عشان انا ما بستخدمش الثلاث سكاكين اللي قدامكم دول كتير، فاللون لسه موجود، لكن السكانتين الصغيرين دول اكتر سكانتين بستخدمهم، فاللون راح بتاعهم واتضايقت قوي. بس قلت مش مشكله يعني، ما جاتش على اللون، بس اهم حاجه الطقم نضيف يعني، حاجه متينه يعني. بس فالسكينه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، هو دي الماركه ان انا جبتها ومحدش يجيبها نهائي، اوعى حد يجيبها. السكينه اللي انتوا كنتوا شايفينها اللي قبل دي اتكسرت، وقعت من ايدي كده والله مسافه قريبه اتكسرت، فازاي ده بقى حاجه حلوه وان هو استانلس نضيف، فلا ما تجيبوش خالص الصراحه، ما انصحكيش بيه. البلانشه دي وحشه جدا 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 جدا، بتقشر، والخشب اللي جوه ده ممكن يخش في الاكل ومش حلو نهائي. وكمان في مره كده من غير قصد ان انا حطيت عليها الحله بس كده يعني، بس والله من غير قصد راحت اتحرقت بالمنظر ده. فبجد يعني من اكتر الحاجات اللي انا اتخمت فيها برضو ما كانتش حلوه خالص. وبفكر اجيب اللي هي البلاستيك او الازاز او خشب يبقى نوع نضيف يعني، اسال بقى او ادور كتير عشان اجيب حاجه زي كده. بس انتوا ايه رايكم بقى، اجيب انهي؟ يعني انا لحد دلوقتي لسه مش عارفه، انا بقطع على ايدي لحد ما اشوف ان انا هجيب انهي، فانتوا فيدوني يعني انتوا جايبين انهي وطلعت حلو. طعم التوزيع الاستانلس ده بقى حلو جدا 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 في الحلل الاستانلس، والتقديم انك تحطيه على السفره وتقدمي بيه، لكن مش عملي نهائي مع الحلل الجرانيت والحلل اللي احنا بنجيبها جرانيت وسيراميك والكلام ده كله. اللي افضل منه وبرده بتتعاملي بيه في كل انواع الحلل، اذا كانت ستانلس او جرانيت او تيفال او الكلام ده كله، هو السيليكون. السيليكون بينفع مع اي حاجه، فانت لو بتختاري ما بين الاتنين، لا جيبي طبعا السيليكون، وجيبي ده ممكن تجيبي منه قطع فرداني افضل بكتير ما تشتري الطقم كله غالي. معالق السيليكون بقى اوعي تجيبي المعلقه السيليكون اللي هي بتبقى من فوق سيليكون ومن تحت خشب او بلاستيك، دي بتتفك ومش حلوه خالص نهائي. جيبي اللي هي قطعه واحده زي اللي انا جايباها دي، حلوه قوي 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 قوي، وكمان نظيفه يعني الماتيريال بتاعتها جميله. وفي انواع برضو ممكن ابقى اقول لكم عليها في فيديو تاني، انواع الحاجات النظيفه في المعالق السيليكون والكلام ده كله، عشان في حاجات بتسيح في الاكل وبتبوظ. فدي كانت من افضل الحاجات اللي انا جبتها. النشابه دي هي مهمه، بس ما تجيبيش اللي انا جبتها دي. اللي انا جبتها دي كبيره كبيره قوي، ما بعرفش استخدمها من كتر ما هي كبيره وحجمها كبير، بجد ما بعرفش استخدمها، لان احنا لما بنعمل حاجه بعملها يعني بتبقى صغنونه، ما بتبقاش كبيره بنفس الحجم ده. الفطير بيبقى محتاج نشابه كبيره، بس برضو ما بتبقاش بالحجم ده. جيبي اللي هي الوسط مثلا، ممكن تجيبي الوسط افضل بكتير، او تجيبي اللي هي الاستانلس اللي هي من ناحيتين دي الصغنونه برضو حلوه قوي. كده كده انت لما تيجي تعملي فطير مش هتعملي حاجه بقى فطير مشلتت كبير قوي والكلام ده كله، لا انتوا فردين بتعملي حاجه صغنونه. بجد يا بنات مش اي رفايع لازم تتجابوا خلاص، اشتروا اللي فعلا انتوا هتستخدموه واللي انتوا مجربينه كمان في بيت اهلكم، مش اللي شكله حلو وخلاص. واكون هنا خلصت الفيديو. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه دوسوا على زر الاشتراك تحت وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم على الرفايع اللي فعلا عمليه وفادتني في الجهاز وما اقدرش استغنى عنها. باي باي.